السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جئنا نتحدث عن المنتخب الوطني الذي سيخوض غمار كأس أفريقيا بداية من يوم 15 جانفي، حيث سيواجه منتخب أنغولا على الساعة 9 بتوقيت الجزائر. والمباراة الثانية ستكون أمام بوركينا فاسو التي ستجرى على الساعة 3 بتوقيت الجزائر يوم 20 جانفي. والمباراة الثالثة أمام موريتانيا يوم 23 جانفي. كأس أفريقيا كوت ديفوار 2024 ستبدأ من يوم السبت 13 جانفي 2024. المواجهة الأولى أمام منتخب أنغولا هي التي ستكون حاسمة، حيث سيبدأ المنتخب الوطني منقوصا من خدمات لاعبيه محمد لامين عمورة بحجة الإيقاف بسبب تراكم بطاقات الصفراء في تصفية كأس أفريقيا. أفريقيا ستبدأ يوم السبت 13 جانفي 2024 بمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو. المنتخب الوطني كان قد خاض تربص تحضيري في الطوغو، حيث واجهنا منتخب الطوغو وفزنا عليه 3-0 وديا، وواجهنا منتخب بوروندي وفزنا عليه 4-0 أيضا وديا. لم نستقبل أي هدف في الوديات التي خضناها. ندخل مباراة أنغولا وعيننا على اللقب. المباراة الأولى ستكون صعبة جدا، إن شاء الله نكون قد المسؤولية، الله تكون هناك العزيمة والإرادة لدى اللاعبين. الأنظار ستكون موجهة نحو المنتخب المغربي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، المنتخب السنغالي الذي حقق لقب البطولة الماضية، ومنتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور. هذا ما يجعل المنتخب الوطني بدون ضغط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.